النهاردة مش هنتكلم عن لحظة النهاية، هنتكلم عن الوجع اللي بيجي بعدها. أصعب إحساس في الدنيا مش اللحظة اللي الناس كلها بتبقى حواليك، ولا اليوم اللي الكل بيعزيك فيه، ولا الكلام اللي بيتقال وقتها. أصعب إحساس بجد هو اللي بيجي بعد ما كل ده بيخلص، بعد ما ترجع البيت وبعد ما تفتكر إنك عملت كل اللي عليك، وتكتشف إن في لحظة صغيرة قوي ما حصلتش. لحظة لو كانت حصلت أكيد كانت هتسيب أثر مختلف تماما. أوقات بنكون شايفين النهاية بتقرب، صحيح مش بشكل مباشر، لكن بإحساس تقيل قوي جوانا. لما التعب بيزيد والنفس بيقصر والكلام يبقى محسوب، وانت بتبقى فاهم وعارف وحاسس إن الوقت خلاص بيخلص، بس في نفس الوقت بتعمل كل حاجة عشان مش عايز تعترف بده بصوت عالي. بتهزر وتطمن وتغير الموضوع وتكمل اليوم كأنه يوم عادي، عشان اللي قدامك ما يحسش إن الوقت فعلا بيخلص. بس الحقيقة إن معظمنا بيكون فاهم كويس إن النهاية فعلا قربت، بس بيبقى خايف إن خوفه يبان على وشه عشان ما يقلقش اللي قدامه أو يوجعه. وعشان كده الابتسامة بتزيد والكلام عن بكرة بيكتر، والسكوت يبدأ ياخد مكان الكلام التقيل. سكوت بنسميه حب أو حماية، ونقنع نفسنا إن كده أحسن وأرحم من مواجهة إحنا أصلا مش مستعدين ليها. بس للأسف مش كل سكوت بيكون حكمة، في سكوت بيبقى خوف مخلوط بالحب. وفي يوم من الأيام دي وانت واقف قدام أبوك وفي عز تعبه، يبصلك بنظرة ساكتة ويقولك بهدوء من غير أي مقدمات: معلش تعبتك معايا. الجملة دي بتوقفك وتخليك مش عارف تقول إيه غير جملة ساذجة زي تعب إيه بس وأنا عملت حاجة، وترجع تضحك وتهزر وتغير الموضوع وتطمنه زي ما بتعمل دايما. يمكن هو ابتسم ويمكن سكت، بس اللحظة دي مش بتاخد بالك منها إلا متأخر، بعد ما تكون خلاص عدت. بتعرف بعدها إن اللحظة دي كان ممكن يتقال فيها كلام تاني خالص، كلام للأسف متقالش، واللحظة دي ما بترجعش. وبعد ما كل حاجة تهدى، وبعد ما الصوت اللي كنت متعود عليه يسكت، وبعد ما تفتكر إنك عديت، تكتشف إنك ولا عديت ولا حاجة. واللي حصل ده غالبا ما بيبانش في يوم ولا في مناسبة معينة أو في لحظة محددة، بيبان في يوم عادي جدا. لأن الألم الحقيقي بعد الفراق مش في الصدمة ولا الانهيار. الألم بيبقى في تفاصيل صغيرة بتيجي لوحدها من غير استئذان. إنك تقوم تلقائي ترد على صوت ندى ما بقاش موجود، إنك تدخل الأوضة بتاعته وإنت ناسي تماما اللي حصل، إنك تسمع صوته بينده بس في ودنك مش في المكان. وفي مرة من غير ما تاخد بالك تلاقي نفسك بترد بنفس الطريقة اللي كنت بترد بيها عليه. الصوت بيطلع منك مكسور وما تلاقيش أي رد. ساعتها بتفهم إن الوجع ما بقاش إن أبوك بطل ينادي عليك، الوجع إنك لسه متعود ترد حتى بعد ما الصوت سكت. الألم بعد الفراق مش فكرة، الألم فعل. لما تلاقي جسمك يسبق عقلك ويتصرف كأن اللي مشي لسه موجود، ساعتها بتعرف إن أصعب حاجة مش إنه مشي، أصعب حاجة فعلا إنك لسه واقف عند آخر نقطة، عند اللحظة اللي كان ممكن يحصل فيها وداع وما حصلش. ساعتها الألم ما بيبقاش بس في اللي حصل، بيبقى كمان في اللي حسيت إنك ما قدرتش تعمله، برغم إن كان فيه وداع بالعيون، وبرغم إن النظرات كانت مليانة كلام متقالش، إلا إنك بتفضل عايش بإحساس إن في حاجة ناقصة، إحساس مش واضح ولا له شكل، كأن الوداع حصل وما حصلش في نفس الوقت. تفضل فاكر إنك كان ممكن تعمل أكتر، تقول أكتر، تقف ثانية أطول، مش تقصير منك، لكن لأنك ما كنتش عارف إزاي تودع أبوك. الوداع هنا بالنسبة لك ما كانش ليه طريقة واضحة ولا جملة جاهزة، كان وداع صوته محبوس جواك. قد إيه الإحساس ده مؤلم، إنك تودع أبوك من غير ما تحس إنك ودعته. أنت خفت يشوف الخوف في عينيك، خفت إن خوفك يوجعه. وفي النهاية حد يقدر يقول لي
إزاي فعلا يكون وداع الأب؟ بكلمة ولا بنظرة ولا مفيش طريقة أصلا؟ يمكن السؤال ده ملوش إجابة، ويمكن عشان كده كتير مننا بيعيشوا وهم حاسين إنهم ما ودعوش. لو الحكاية دي لمستك سيبها تكمل طريقها، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، يمكن المعنى اللي مستنيك يكون في الحلقة اللي جاية. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا صوت.